أهلا بيكم في قناتي ومطبخي المتواضع غدغودة في المطبخ. شرفتوني وأنستوني. بما إن الزيت سعره بقى غالي جدا ومش عايزين نحمر كتير، يلا بينا نشوف وصفة النهاردة هنعملها ازاي. تحت الحنفية وزي ما انتوا شايفين كده اخدت البطاطس وحميتها حماية محترمة، حماية الصيف والشتاء. في فرشة مخصوصة للخضار، في ايديكي الجميلة القمر تقعدي كده تدعكي البطاطس كويس جدا جدا. ايه ده يا كده واحنا هنحمر البطاطس بقشرها؟ اصبروا بس عليا وانتوا هتعرفوا انا هعمل ايه. زي ما بقولكوا كده في بداية الفيديو ان الزيت بقى سعره غالي جدا. الناس بتشتكي ان هي بتعمل نص الاكل تقريبا بالزيت. اشهر اكلتين عندنا في مصر الفراخ البانيه والبطاطس المحمرة، ودول بيستهلكوا كمية زيت كتير جدا، وفي نفس الوقت مفيش حد بيبطل ياكلهم ولا حد بيبطل يطلبهم، والشعب كله بيحبهم. هعمل نفس الوصفتين النهاردة وهحسس البيت ان انا محمراهم، بس مش هبقى محمراهم، وهيبقى ليهم لون وهيبقوا كريسبي وهيبقوا زي الفل. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا البطاطس مبدئيا كده غسلتها كويس جدا تحت الحنفية، وببتدي ان انا اقطعها كده بقشرها يا غادة، لان القشر ده مفيد جدا وهو هيدينا كده طبقة كريسبي حلوة قوي. لو انتي مش حابة قشريها واعملي بقية الوصفة عادي، بس طالما غسلتيه تحت الحنفية مفيش اي مشكلة. هنيجي بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا، الكفر بتاع البطاطس بتاعنا. ايه هو الكفر بقى؟ معانا معلقتين نشا كبار كده حلوين، ومعايا بقى البهارات اللي هستخدمها: فلفل اسمر، ومعايا كمان بابريكا مدخنة او بابريكا عادية. البابريكا بتدي لون احمريطة كده حلو، بتبقى حلوة قوي. جربوا الوصفة دي بجد جميلة جدا جدا. توم باودر وبصل باودر، مش هستخدم اي حاجة صحيحة، يعني مش هستخدم ولا توم مفروم ولا بصل مفروم، كله كده باودر. وده كمان مش عارفة ده البصل ولا التوم، مش فاكرة. يبقى حطينا معلقتين نشا، فلفل اسمر، بابريكا مدخنة، توم باودر وبصل باودر، وبهارات بطاطس او كركم او كاري او بهارات فراخ. التلات او اربع حاجات دول هم بيدوا لون اصفر للبطاطس وبيدوا طعم حلو قوي. واساسي عندي في نص الاكل الكزبرة الناعمة، لان انا بتدي طعم حلو قوي وبتدي تيست حلوة قوي في الاكل. تمام كده. طيب هنزود ايه كمان؟ هنحط الملح بتاعنا. هتملحي طبعا حسب كمية البطاطس اللي عندك. انا عايزاكم كلكم تجربوا الوصفة دي، هتطلع كأنك محمرة البطاطس في الزيت، نفس اللون نفس القرمشة، طعم احلى، توفير للزيت وصحية اكتر. تمام. معايا بقى ايه؟ معلقة صغيرة صويا صوص، تقدري تستخدميها بمعلقة صغيرة عسل اسود، او تقدري تستخدميها بمعلقة صغيرة كاتشب. تمام. طبعا ازازة الصويا صوص يعني اللي انا جايباها دي، قلت قبل كده بحاجة و30 او حاجة و40، بتقعد فترة كبيرة جدا جدا جدا، لان احنا بناخد بس نقطة. فلو انتي جبتيها هتنفعك جدا وبتدي طعم حلو قوي في الاكل. في منها اسعار متوسطة وبتقعد فترة كبيرة عندك، مش بتخلص بسرعة. تمام. هنقلب بقى التتبيله بتاعتنا ديت. ان شاء الله هسيب لكم مقادير الوصفتين النهارده في الديسكريبشن تحت في صندوق الوصف، علشان اللي عايز يعرف المقادير بالظبط تاني. تمام كده. طيب هناخد بقى التتبيله بتاعتنا القمر دي ونبتدي كده ان احنا نبهر البطاطس بتاعتنا. واحنا بنبهر هنقول تاني: معلقتين نشا، ملح، فلفل اسمر، بابريكا مدخنه، وبهارات بطاطس، توم باودر وبصل باودر، وكمان صويا صوص. هنحط كده التتبيلة كويس جدا على البطاطس، وحوالي ربع كوباية زيت عادي او زيت زيتون. ممكن تستخدمي زيت الزيتون لو عايزة القيمة الغذائية اعلى والطعم اقوى. تمام كده. اللي بيتفرج بقى عليا وبينسى يحط اللايك، يلا حطوا اللايك.
حبايبي الحلوين تكتبولي كومنت حلو علشان بتسعدوني جدا بكومنتاتكم الجميلة. بشكركم جدا على فيديو البفتيك، ان نسبة المشاهدة فيه ارتفعت الحمد لله، وناس كتير جربت الوصفة وعجبتهم. دي كانت برضو من سلسلة توفير الزيت، ان انا عملت البفتيك مش مقلي في الزيت، عملته في صينية وطلع تحفة فنية. تمام. هنجيب بقى صينية حلوة كده، هنحط فيها ورق زبدة وملوش اي لازمة، ما تحطوهوش خالص. ادهني الصينية بتاعتك بنقطة زيت او مكعب زبدة، لان ورق الزبدة كله اللي موجود في مصر نوعيته وحشة جدا وبيخلي الحاجة تلزق. يعني بصوا انا حطيت الورق وحطيت نقطة زيت على الورق وبرضو الحاجة بتلزق فيه، فالنوعيات اللي عندنا في مصر في ورق الزبدة سيئة جدا، مش حلوة خالص. البلاد العربية بيبقى عندهم ورق الزبدة ده بيبقى هو اصلا مدهون بحاجة، فبيبقى تقريبا حد قال لي قبل كده بيتباع في سعودي، حلو جدا الماركة بتاعته يعني. تمام. طيب يا جدع ورق الزبدة غالي وهو اصلا بيبوظ لنا الدنيا وبيلزق الحاجة، ما تحطهوش. انا عن نفسي مش هحطه تاني. ادهني الصينية بتاعتك بنقطة زيت او مكعب زبدة وهتبقى زي الفل معاكي، مش هتلزق ولا هيحصل لها اي حاجة. جودة الورق الزبدة عندك قوية ممكن تحطي ورق الزبدة عادي. واللي عنده معلومة ازاي ورق الزبدة اللي نوعه مش حلو ازاي نستخدموه من غير ما يخلي الحاجة تلزق، ياريت يسيبلي كومنت حلو. واللي يعرف شركة معينة في ورق الزبدة بيستخدمها سيبولي كده في الكومنت تحت ايه اسم الشركة اللي بتستخدموه. تمام كده، عشان طبعا رمضان يعني بنستخدم الحاجة دي. بحط بقى البطاطس دي فين؟ بشغل الفرن على نار عالية، بسيبه يسخن شوية، بحطها في الرف الوسطاني، بتاخد من 20 ل30 دقيقة، وبصي عليها هتستوي وهتاخد لون من غير الشواية خالص. تاني وصفة هنعملها معانا ومش عايزين نستهلك الزيت، هنعمل ايه؟ البانيه بتاعنا القمر. اول حاجة دول حوالي ايه كام قطعة دول؟ ستة قطع تقريبا، مش عارفة يعني. المهم انت هتاخدي الكمية اللي انت عايزاها في البانيه، طبعا مغسولة بدقيق وليمون وجنزبيل او دقيق وليمون وطحينة، وصفيناها. حطينا بصلة مفرومة حلوة، هحط توم باودر وبصل باودر. عايزاكم تجربوا الوصفات دي وتعتمدوها في رمضان. وصفات سهلة سريعة صحية، مش هتكتم على النفس، هتوفر معاكي الزيت والدنيا هتبقى جميلة. تمام. ده بهارات فراخ. طبعا كل البهارات دي انا جايباها من عند اي عطار يعني. حاولي تجيبي البهارات بتاعتك درجة اولى علشان بتبقى طعمها اقوى واحلى يعني، متجيبيش من اي حد وخلاص. وصويا صوص، يبقى بصلة مفرومة، توم باودر وبصل باودر، بهارات فراخ، هحط بابريكا مدخنة وصويا صوص والملح بتاعنا طبعا، وحطيت توم مفروم. انا بحب قوي في الخلطة ديت احط البصل والثوم صحيحين مفرومين وبودر، بيعلوا التست قوي معايا يعني. انا حطيتهم زي ما هم فرمتهم وحطيت منهم بودر، بيعلوا قوي التست. والملح بتاعنا يبقى بصل مفروم، توم مفروم، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسمر، بابريكا مدخنة وبهارات فراخ، نقطة صويا صوص عشان تدينا لون حلو، او نقطة عسل اسود عشان تدينا لون حلو، او نقطة كاتشب، وكمان نص ليمونة. نص الليمونة دي بقى بتخليلك بقى ايه، قول الله. عارفين قول الله؟ هي قول الله بجد يعني. لو هي صلاة العيد. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده يا بنتي يا جاد. يلا بقى ندعك البانيه بتاعنا كويس جدا جدا جدا. تمام. هندعك بقى كده، ويستحسن طبعا ان احنا نسيب ايه حبة الحبشتكنات كده دول جوه التلاجة، والصبح نعمل الوصفة بتاعتنا القمر الجميلة. تمام. هستأذنكم بس ايه، هسمع الاذان وارجع تاني اكمل معاكم. يلا انا جيت قلب قلب قلب. طبعا احتراما للاذان مينفعش نتكلم والاذان شغال. في ناس كتير بتعمل العملة الصعبة ديت وبجد حرام جدا، لازم نسمع الاذان علشان خاطر يعني ده نداء من ربنا لينا ان احنا نقوم نصلي، فمينفعش ان احنا نقعد نتكلم كده في حاجات تانية، نردد الاذان يعني. بعد ما قلبنا التقلبتين الحلوين دول هنحطهم بقى ايه، المفروض هنحطهم في التلاجة. بعد ما هيتشربوا يبقوا زي الفل معانا كده وياخدوا ويدوا بشكل ودي مع بعضيتهم ويبقوا حبايب وصحاب وحلوين، هنعمل ايه، هنجيب صينية. وورق الزبدة ده ملوش اي لازمة، ما تحطوهوش. تمام.
ليه كده؟ طب حطيتيه وبعد كده قلت لنا ما تحطوهوش، لان لما جيت استخدمه كده الانواع كلها اللي في مصر لقيتها كلها ما شاء الله عليها، ما ينفعش ان احنا نشتريها اساسا يعني. فقررت يعني ان انا اقول الامانه، يعني ان هو يعني ما بيفرقش حاجه، يعني احنا بنحط الحاجه في الصينيه ومش بتلزق، احنا بنحطه هو وبيلزق. اللي هو بصوا ما اقولكوش بقى. المهم هتحطي كده الفراخ بتاعتك في اي صينيه عندك، تيفال، ألمونيوم، اي حاجه، بصلايه، طماطمايه، جزرايه، فلفل الوان، اي خضار عندك هتحطيه صحيح زي ما هو كده. ويا سلام بقى لو عندك الطماطم اللي هي شيري توميتو ديت، والبصل الزغنطوط البيبي ده، هيبقى احلى بكتير. تمام، هنحط بس نقطه زيت فوق الوش كده، لزوم ايه، اللمعه يعني، فاهمين؟ لزوم اللمعه. عايزه اقول لكم وصفتين احلى من بعض، ما استخدمتش فيهم بصوا غير مثلا قولوا نص كوبايه زيت. تخيلوا بقى انا الوصفتين دول لو هحمرهم في الزيت كنت خدت مثلا الازازه دي كلها علشان احمر الفراخ والبطاطس والكلام ده. هنجيب بقى زبدة حلوة كده، هنحط كده على كل قطعة فراخ مكعب زبدة صغير. مكعب الزبدة ده بقى لما يسيح على الفراخ كده يا سلام مقولكوش. طب هندخلها فين يا جادة؟ على الرف الوسطاني تحت الشواية، مش هنشغل بقى الفرن، هنشغل الشواية ونخلي الشواية كده على وسط. اول ما الفراخ تستوي معايا بعلي الشواية على الاخر لحد ما تاخد اللون القمر ده. ما بتاخدش اكتر من ربع ساعة لان الفراخ طبعا بتستوي بسرعة وبتطلع خطيرة. بصوا بقى البطاطس، ايه رأيكم بقى؟ بطاطس محمرة دي بذمتكم ولا مش بطاطس محمرة؟ احلى بطاطس محمرة من غير زيت في المجرة كلها. انا عايزاكم بقى ايه، تسقفولي وتقولوا لي شاطرة يا جدجودة في الكومنتات، وتعملوا لي لايك كتير، وتجربوا الوصفات القمر ديت. والله العظيم بصوا، احنا بنطلع البطاطس كده ولا لا؟ بنطلعها محمرة كده ولا لا؟ بنطلعها محمر، صح كده ولا ايه؟ بس طبعا طعمها طلع تحفة وطلع كريسبي، والنشا بقى بيديها كفر. عارفين الكفر؟ طبعا لقيت بقى ايه، هي دي كزبرة ولا بقدونس؟ يا لهوي عليا، جدغدة في المطبخ ومش عارفة الفرق، وقعتي بيضة. بصوا اعتقد ان دي كزبره لان هي شبه الورده في نفسها، وانا لما دقتها لا، كزبره كزبره يا جماعه، عشان انا اكلت منها فكان طعمها كزبره، لان انا مش بحب البقدونس، بعشق الكزبره. هنزين كده بقى البطاطس بتاعتنا القمر دي، عايزاكم تجربوها والله يا جماعه، تحفه، تحفه فنيه. بصوا اللون، يعني كانكم حمرتوها. وبقد ايه زيت؟ بحوالي ما استهلكناش غير مثلا ربع كوبايه زيت صغيره قد كده. تخيلوا بقى لو كنتوا حمرتوا الكميه دي كنا هنشتري زيت بقد ايه. فنحاول كده ايه، الحاجه غاليه ما نزعلش نفسنا ان الحاجه غاليه، نتصرف، الجيش قالك ايه، اتصرف. بصوا بقى البصلايه القمر بتاعتنا اتشوت وبقت قمر ازاي، حاجه كده بقى ايه، قمر قمر. انا مش عارفه بعمل ايه، الكاميرا مش عايزه تطفى. هنا بقى الفراخ بتاعتنا طلعت فحمية ونقطة زيت. يا جادة الفحم مضر، يا جادة الفحم مضر بالصحة، وقالوا ان الفحم مضر. انا قريت ابحاث كتير، نصهم قالوا مضر ونصهم قالوا مش مضر، فانا بحطه. طيب انت بقى مش عايزه تحطيه، هتعملي ايه؟ هتجيبي حاجه اسمها بهارات مشاوي من السوبر ماركت او العطار، وهتحطيها في التتبيله اللي احنا عملناها، هتديكي طعم الفحم. مش هتحطي فحم ولا اي حاجه، دي البدائل يعني. تمام، ايه رأيكم بقى؟ يعني الزيت غالي، وازازة الزيت وصلت الكبيرة خالص دي وصلت تقريبا مش عارفة 400 ولا 500 جنيه، واللي هي الصغيرة داخلة في 100 جنيه، واسعار غريبة الشكل وحاجات كده. طب ما تيجي نعمل نفس الاصناف اللي احنا بنحبها بطرق صحية، بطرق ما فيهاش زيت، بطرق تحفة، طعم جميل، تزيين بأبسط الحاجات يعني، ونفرح البيت. ايه رأيكم؟ عايزة بقى لو الوصفات النهاردة عجبتكم وحبيتوها تسيبولي كومنت حلو. اللي بيتفرج عليا لأول مرة، أنا قناتي اسمها جدجودة في المطبخ. شكرا للمتابعين الجداد اللي جم، نورتوني وعلى راسي من فوق. يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. طبعا هنا ايه بقيت العنقودة بتاعت الكزبرة، زينت بيها ايه الطبق بتاعنا القمر ده. تمام، بصوا الجمال بأبسط الإمكانيات.
عملنا طبق، وعلى فكرة عملت جنبه مكرونة سباكيتي. فتخيلي بصي عملتي كام صنف، يعني ما اخدوش وقت، كانوا في الفرن كلهم، الطعم جبار، طعم تحفة. بصوا انا بجوعكم، انا عارفه والله. طنط في حد في المتابعين قال لي يا جدع ما تنزليش الفيديوهات بالليل، حرام عليكي بتجوعينا. هنزله امتى طيب يا جماعه؟ وانا لو نزلته الصبح انتوا بتبقوا في الشغل او نايمين او بتعملوا الاكل بتاعكم، فانا بنزله بالليل عشان تكونوا روحتوا من الشغل وقاعدين بقى ايه، بتتفرجوا عليا كده، كل واحده كده معاها المشروب بتاعها كده، عصير ولا نسكافيه ولا بتتعشى، اتفرجي عليا. بعدين لو جوعتي قومي اتعشي، قومي اتعشي عادي، مفيش مشكله يعني، احنا في الشتا بيجوع. دي كانت وصفاتي النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش كومنت حلو زيكم، وما تنسوش اللايك والشير، ويا رب تجربوا الوصفات. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.